بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، أفادت تقارير صحفية أن نادي توتنهام الإنجليزي طلع على الخط من أجل انتداب الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي توتنهام يفكر هو الآخر في التعاقد مع المغربي ياسين بونو لتعويض الرحيل المحتمل لهوغو لوريس في الصيف المقبل. وأشار نفس المصدر أن توتنهام مستعد لتسريع هذه الخطوة للحصول على رقم واحد جديد بدلا من قائد الفريق لوريس. وبصم بونو صاحب 31 عاما على مشوار مميز مع نادي إشبيلية بعدما تحصل على جائزة زامورا لأفضل حارس مرمى في الليغا خلال الموسم الماضي، وظهوره بمستوى رائع رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022. وتسعى العديد من الأندية العالمية للظفر بخدمات ياسين بونو في الفترة المقبلة، من بينها مانشستر يونايتد وأستون فيلا الإنجليزيين وبايرن ميونخ الألماني. وفي خبر آخر، ليفربول الإنجليزي يعرض 37 مليون يورو للتعاقد مع أمرابط، ونادي إسباني يقترب من ضمه إلى صفوفه. لا يزال ليفربول الإنجليزي من بين الأندية التي تتنافس من أجل ضم الدوري المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي والمنتخب الوطني المغربي. وحسب ما أوردته صحيفة سبورت مول الإنجليزية، فإن ليفربول عرض مبلغ 37 مليون يورو للتعاقد مع النجم المغربي صاحب 26 عاما. ولا يزال عدد من الأندية التي تسعى للظفر بخدمة لاعب خط وسط المنتخب الوطني، من بينها ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني، في الوقت الذي يمتد عقده مع ناديه فيورنتينا إلى غاية يونيو 2024. وقال موقع تفوت ميركاتو الفرنسي أن أمرابط لديه توجه آخر بعيدا تماما عن ليفربول، حيث أبدى اللاعب اهتماما بفكرة السفر إلى إسبانيا والالتحاق بفريق أتلتيكو مدريد. وبحسب الموقع، فقد ناقش أمرابط مستقبله بشكل موسع مع المقربين منه من أجل اختيار وجهته المستقبلية، حيث يرى أن مشروع الروخي بلانكوس هو الأنسب بالنسبة له. ولم يخفي أمرابط إعجابه بالأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، حيث قال في مقابلة سابقة مع صحيفة ماركا الإسبانية: لقد درب الفريق منذ سنوات عديدة، يعجبني أسلوبه في اللعب. وأوضح أن المدرب سيميوني حقق مع أتلتيكو ألقابا كثيرة، لذا أنا أحترمه. اللاعبون معه أقوياء جسديا ويلعبون بعدوانية، وأنا أفضل هذه الطريقة. ووفق الموقع الفرنسي، فإنه يتعين على فيورنتينا وأتلتيكو مدريد الجلوس من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن انتقال أمرابط تلبية لرغبة اللاعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والضغط على زر لايك، وشكرا.